اشرح لنا كل كبير وكل صغير الاطفال. والسنه دي وده كله دخان؟ وخمسه مين هم اللي عاملين نحو كده؟ شغل يا والمذابح كلها اللي تحت فوق برضه. بس عمودية كده مبهجة. الشرف سيدنا هو قصدك مهندس؟ سابقا ليه ما يكونش حاضرة؟ يعني ما ينفعش؟ لا ينفع بصراحة سيدنا. هو اللي تعب لا الشعب كله يا سيدنا قاعد من 86 سنة، كل كبير وصغير بيشتغل في الكنيسة. كنيسة عمرها 86 سنة؟ 86 سنة 38 وابتدى فيها خدمة أبونا أنطون عبد الملك سنة 40. اللي هي قصة عجيبة في اختيار المكان والحاجة فعلا عجيبة فعلا. هو هيحكي البيت اللي جنبنا هنا جنب الهياكل يعني البحري ملك كان أرشدياكون نجيب مرقس، وده كان بيقولوا لنا زي ما سلمونا واعظ، وكان ممكن يستدعوه في نهضات في أماكن كثيرة. أبونا أنطون عبد الملك سيدنا من بني محمديات أسيوط. اترسم كاهن وسنه أقل من 19 سنة. بني محمديات. وقعد فيها حوالي 20 سنة، وبعدين جه جرجس الأوللي، وبعدين راح الستة العذراء محرم بك اسكندرية لمدة صغيرة. قالوا لنا إنه كان معزوم على الغداء عند نجيب مرقس. كانت المنطقة في الثلاثينات دي كلها جريج وكلها فيلل وكلها يعني ما كانش فيها كتير ناس مصريين يعني. فلما طلع بعد الغداء في البلكونه بيشرب فنجان قهوه، قدم له معاه كوبايه ميه. فقال له ازاي يا استاذ نجيب ما فيش كنيسه للاباط هنا؟ كانت الكنيسه الوحيده اللي موجوده في الحي حضره الظهور من 24 او 25 حاجه زي كده. فقال له الحال والدنيا والاباط احنا عددهم قليل. فقالوا الحاجات بتاعت كل مرة. فابونا انطون مسك كوبايه الميه رشمها بالرشومات الثلاثه ورشها في الجنينه اللي جنبها، وقال اشتغل كنيسه على اسمها الرحمن. الارض يا سيدنا كانت 1000 متر. 1000 متر. فقال على قد امكانياتنا ناخد 500. بعد حد من الاثرياء اللي موجودين يتكلم مساحتها كانت جريج بس بيقولوا كانت يعني شديده. فقالت لا ما بيعش 500. ياخدها على بعضها ياخدوا 500 اللي جوه ما ياخدش اللي على النص. هو كاتب في مذكراته نجيب مرقس انا كنت عايز اجيب له 500، هو قال عايز 1000. ابتدى يشتغل فيها. وبنعمل الارض كلها على مساحه 1000، لكن الكنيسه على مساحه مثلا 600 متر او حاجه زي كده. كان في زمان مدرسه الاباط هنا. كان في تصنيف المدرسه هو انت اتعملت هنا؟ ايوه سيدي. سنة كام بقى؟ 80 سنه بقى. كانت كنيسة بقى صغيرة؟ كانت دور واحد يا سيدنا، كانت عبارة عن قرش كبير واخد بطول الكنيسة حوالي 18 متر وجزئين أفقي حواليها بحر وإبن. سنة 86 ابتدى يحصل انهيارات في السقف، وستر ربنا من إيد ربنا اللي شغالة معانا في الكنيسة فعلا طول العمر، إن كانت اللي تحصل الانهيارات دي بالليل يجوا الصبح يلاقوا مكسرة كام دكة، بس ما حدش من الشعب أصيب. ونشكر ربنا فعلا يا سيدي. الكنيسة دي هنا قريبة من بيت جدي ووالدتي، كان أحد المؤسسين هنا في الكنيسة. ما زالت الفيزا الوحيدة ما زالت اللي ساعدني هنا في المنطقة دي السيدة غير رهبات كاثوليك دلوقتي. أنا أسيس متربيين في المنطقة هنا برضه السيدة. يعني هنا المنطقة احنا بيتنا هنا مفيش 5 دقايق بالظبط. لا ده بيتنا عن مصر حتى. ولما أسيس برضه. بس سيدنا لما نفرم ما بيجيلناش السيد. فرصة بقى ما بيجيلناش.